ايوه. الاوردر يا استاذ. اه. طيب ماشي يا استاذ. طبعا الأستاذة كانت طالبة أوردر طبعا من طلبات. طبعا الباشا بتاع مندوب التوصيل واقف طبعا عمال يشاور، وهي طبعا عارفين ان الفنانة كده كده لابسة نضارة الشمس ومبين لنا ان هي كفيفة، بس هي اصلا بتشوف. نشوف بقى ايه اللي بيحصل. طبعا الفنان طبعا بتاع عامل الدليفري يفتح العلبة، علبة اصلا فراخ، ما مش فاهم هو جايب علبة فيها حتة فرخة مثلا جايبها من اي حد، وعمال ياكل تقريبا بقاله سنتين ما كلش. طيب هات يا استاذ. يا استاذ. طبعا حضراتكم عامل الدليفري في هذا الموقف فاقد كل حاجه، ان هو تقريبا بقاله 30 40 سنه ما اكلش، عمال تقول له يا استاذ يا استاذ، ما فيش. الواد نازل في حته الفرخه فرتكها. هو انت حضرتك رحت فين؟ يا استاذ. طبعا الفنانة عمالة تقول له يا أستاذ يا أستاذ، طبعا هو ولا هنا. طبعا مندوب طلبات، هم خلونا نكره شركة طلبات يعني. بصراحة مش عارف ليه كل فيديوهاتكم بتطلعوا لابسين لبس طلبات. هل انتوا متعمدين يعني تسوقوا اسم الشركة؟ وانت اكلت الفرخة كلها مش فاهم، عمال يقول لك يا أستاذ وانت ولا هنا. حضرتك هو فاقد جميع الحواس، ما بيسمعش ما بيشوفش ما بيحسش. المهم جاب لي اداها الاوردر، والاوردر تحس ان هو مش اوردر، جايب علبه من الشارع جايب حته فرخه بقى بايته ولا الاوردر بقى. هنشوف الاوردر ده بكام. هو حضرتك مشيت ولا ايه؟ هو مشى ولا ايه؟ يا استاذ. المؤاخذة بس يا استاذة، كنت بطلع لك الاوردر. ولا يهمك. ماشي اتفضلي. بص طلع من الفلوس دي، هو الحساب كام بس الاول؟ 300 جنيه. طب ممكن بس تطلع من الفلوس دي 300؟ اه. بقول لك يا استاذة، ده نصيحة يعني لوجه الله. اتفضل. بعد كده لما حد يجي. وطبعا الفنانه بتحاسبه على الاوردر، بدل ما تديله حق الاوردر مثلا ورقتين ب 100 ورقتين ب 200، وبقول لها الاوردر ب 300 جنيه، مع ان حته الفرخه دي ما خدهاش ب 10 جنيه. وبعد ما اكلها هو اصلا خلاها عظم، اعتبر بقى عظم. اشترت شويه العظم ده، بدل ما تديله فلوس راحت مدياله رزمه تقريبا فيها 100,000 جنيه. يعني انا مش فاهم انتوا ليه يعني عايزين يعني مش عارف عايزين تعملوا فينا ايه. انا مش فاهم، هتجيبوا لنا جلطه يعني ولا إيه؟ مش فاهم. يوم اديته الرزمه راح الباشا واخد منها 400 جنيه وقال لها انا خدت 300 وخد بعضه ومشي، وخلص كده المشهد. وتقريبا